يلا ندلع الفراخ بتاعتنا ونعملها بتتبيلة ولا أروع من كده. وانت لو كلتيها تحسي نفسك انك انت بتاكليها في أفخم مطعم في مصر. يلا سمي الله ونبدأ على طول. طبعا معايا الفراخ بتاعتي انا جايباها ومنضفاها كويس قوي بالملح والخل والليمون والدقيق. طبعا عامله لها فتحات كده بالسكين عشان ادخل كل الخلطة بتاعتنا الحلوة دي فيها. بعد كده بدأت ادعك الفراخ كويس خالص بالخلطة بتاعتي. الفراخ بتاعتي ما بتاخدش في المرحلة دي غير الفلفل الأسود بس والملح. بدأت كده أدعكها كويس خالص عشان التتبيلة تدخل في كل جزء من الفراخ. بعد كده هتحوش الفراخ بتاعتك بالطريقة دي وهتشيلي منها أي زوايد من البصل بتاعك، ما تخليش فيها أي بصل خالص. بعد كده هترفعي طاسة على النار هتحطي طبعا الفراخ بتاعتك هتحاولي وانتي بتحوشيها من الطاسة انك انتي تحوشي منها كل حاجة، البصل بتاعك تحوشيه كله منها عشان ما تحرقش منك في الطاسة. بعد كده هتجيبي طاسة وهترفعيها على النار وهتحطي فيها سمنة وزيت ميكس على بعض. بعد كده هتبدأ تحطي الفراخ بتاعتك بالشكل ده وهتبدأ كل شوية تقلبي فيها لحد ما تديكي اللون، تبدأ تحمر معاكي. هتحاولي تقلبيها من كل النواحي كل شوية تقلبي فيها لحد ما تديكي اللون الأحمر اللي انت عايزاه. لما توصل للون الأحمر اللي معانا ده هتبدأ تنزلي بيها بالبصل بتاعك اللي انت كنتي متبلاه فيه بالأول، هتنزلي بيه على الفراخ. بعد كده هتقلبي كويس الفراخ بالبصل بتاعتك، هتنزلي بالتوابل بتاعتك. توابل عبارة عن كركم وكاري وفلفل أسود وملح وسنة بسيطة من القرفة، وهتحطي معاهم كمان فصين من التوم المهروسين. بعد كده معاكي الفلفل بتاعك انت مقطعه بالشكل ده. هيكون معاكي الفراخ 3/4 سوا كده، ما تحطوش في الأول مع البهارات بتاعتك. 3/4 سوا الفراخ، وهتبدأ بتنزلي بالفلفل بتاعك وهتقلبيه كويس في الفراخ بتاعتك. شايفين اللهم بارك، يعني الفراخ بتتكلم عن نفسها بتوصف نفسها، مش عايزة انا اوصفها. اللهم بارك، يعني ريحتها كانت جالبة المكان بمعنى صح يعني. بعد كده معاكي طماطم متقطعة، لو انت معاكي صلصة او معاكي طماطم عادي حطي، لو مش معاكي عادي قطعي الطماطم كده بالشكل ده وضيفيها على الفراخ بتاعتك. وده الشكل النهائي الفراخ بتاعتي بعد ما خلاص استوت على النار وطفيت عليها. اللهم بارك، يعني بصي بتوصف نفسها بصراحة، يعني مش عايزة اي كلام تاني. جربيها بس وعلى ضمانتي وان شاء الله تعتمديها على طول. لو لسه مكملة معايا لايك للفيديو واشتراك في القناة، كومنت حلو منك يا قمر. بعد كده لو عايزة تعملي مكرونة جنب الأكلة دي عادي، عايزة تعملي رز بالشعرية زي ما أنا عملت كده. طبعا حطيت حلة على النار، حطيت فيها زيت وسمنة، حطيت عليها الشعرية حمرت معايا لحد ما وصلت اللون البني. نزلت عليها بالرز بتاعي وقلبته كده تشويحتين 3. بعد كده نزلت عليه بالمية بتاعتي. لو انت معكي شوربة في التلاجة عادي حطيها، سخنيها على البوتاجاز وحطيها زودي بها الرز بتاعك. لو مش معاكي عادي حطي مية وحطي مرقة دجاج عادي. ظبطي الملح اللي بتاع الرز هيطلع معاكي زي كده مفلفل. وبكده نكون خلاص الفيديو بتاع الفراخ بتاعنا خلص، واستنوني ان شاء الله في وصفات تانية بإذن الله.